مساء الحلويات، اسمع كويس وركز معايا. كتير مننا دخلوا الهرم وشافوه من جوه، بس عمرك مرة فكرت تنام جواه او تقضي ليلة كاملة فيه؟ تعال معايا احكي لك على كام قصة كده اتذكرت في كتاب وعلى مر التاريخ. اول واحد هنتكلم عنه وفكر في الفكرة دي كان نابليون بونابرت. ايوه، نابليون كان من عشاق تاريخنا المصري القديم، ففكر انه في يوم يروح الهرم، وعند غروب الشمس قال للحرس اللي معاه خليكم هنا وانا هدخل الهرم لوحدي ومحدش يفكر يدخل ورايا لغايه ما اطلع انا من جوه. وفعلا بعد 7 ساعات خرج وهو مرتجف ووشه اصفر، وقال محدش يتكلم معايا ولا يسالني على اللي حصل جوه، علشان مهما قلت مش هتصدقوا. تاني واحد كان باحث في المروائيات واسمه بول، وده بقى اخد ترخيص انه يبات في الهرم ليله واحده. واول ما دخل نام جوه تابوت الملك، كان حاسس بطاقه سلبيه واطياف من حواليه، وفجاه ظهر قدامه طيف على شكل كاهن، وفجاه حس انه روحه بتنفصل من جسده، وشاف جسمه جوه التابوت وهو طاير في الهواء، وفجاه رجع مكانه تاني. وتالت واحد بقى كان الكاتب الكبير جمال غيطاني، وكان بيحب التاريخ جدا، واخد موافقه من زاهي حوس وراحوا معاه بعض من مساعدينه ودخل الهرم. وزي ما ذكر في كتابه متون الاهرام انه مزج الصوفيا ومتون الاهرام مع بعض، وكانت تجربه جميله. ومش بس دول، ده في ناس كتير مرت بالتجربه دي، بس كان في ناس مقصدهم شرير زي مثلا ليستر كروان مؤسس الماسونيه وعباده الشيطان، واللي ما يعرفوش ده اسوأ شخص مر على البشريه، هنتكلم عليه في الفيديو الثاني. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى ان تبخلوا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الى اللقاء.